خالد الغندور يخرج عن صمته وينقلب على مرتضى منصور. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أي شيء صلي على الحبيب محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق في تصريحات جريئة جدا تذاع لأول مرة بعد هزيمة الزمالك من شباب بلوزداد في أولى مباريات الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. قال الغندور: الإخفاق يتحمله الجميع، مجلس الإدارة والمشرف على الكرة والجهاز الفني واللاعبين. الزمالك اعتمد على شركة واحدة في إبرام الصفقات، من تعاقد مع سامسون أكينيولا ومن وراء رحيل إمام عاشور هي نفس الشركة التي يتعامل معها نادي الزمالك. اختيار اللاعبين الجدد مسؤولية مشتركة من الإدارة والجهاز الفني. الأندية الكبرى تتابع اللاعبين الجدد المرشحين للانضمام لها من أرض الواقع وليس عن طريق الفيديو فقط كما يحدث في نادي الزمالك. مصطفى شلبي وعمرو السيسي ليس إضافة قوية للفريق. الجمهور تفاءل خيرا بعد انتهاء فترة المنع من القيد، وبعدها تلقى صدمة قوية بعدم التعاقد مع لاعبين أكفاء. هذا الكلام لم أكن أستطيع قوله في قناة الزمالك، كنت أنفذ سياسة رئيس مجلس الإدارة وأدعم الفريق فقط، ولكن من اليوم سأتحدث عن كل شيء سواء كان معلوم أو غير معلوم. أنا في نهاية الأمر زملكاوي وبحب نادي الزمالك ومش هخاف من حد بعد كده. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.